بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ وحشني جدا 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 والله، وحشني قوي قوي، وحشني الكلام معاكم، وحشني كل حاجة معاكم والله. يا رب تكونوا بخير. اللهم بارك وسلم عليك يا حبيبي يا محمد. كل سنة وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح الأول الوصفة بتاعتي وبعد كده هتكلم معاكم يا حبايبي. طبعا دي برضو وصفة من وصفات العيد إن شاء الله. هتكلم معاكم بس الوقت أقول لكم أنا ما كملتش لبقية الحاجة التانية، أو يعني هقول لكم كل حاجة. أنا هنا معايا 3 بيضات، ومعايا نص كوباية سكر، معايا فانيليا، معايا ربع كوباية مية زائد معلقة، معايا معلقة خل، معايا كوباية دقيق، معلقة نشا. تمام. اقول لكم المقادير تاني. معايا 3 بيضات، معايا كوبايه من الدقيق، معايا معلقه نشا، معايا معلقه خل، معايا فانيليا، معايا معلقه محسن جل، معايا معلقه شاي بيكنج باودر مليانه. تمام. معايا ربع كوبايه ميه زائد معلقه. خلاص. هنا اهوت انا حطيت كده معلقه النشا على كوبايه الدقيق، نخلت كوبايه الدقيق ونخلت عليها معلقه نشا. تمام. وهنزل بمعلقه بيكنج باودر صغيره ومعلقه محسن كبيره. خلاص. على ال3 بيضات وعلى ربع كوبايه الميه زائد المعلقه، معلقه الخل، الفانيليا. تمام. اهو هنا بحط البيكنج باودر اهوت، معلقه بمعلقه الشاي اللي هو الكيك شيف دوت، معلقه حلوه كده تكون مليانه. تمام. ان شاء الله في ناس مني كانت طالبه حاجات بالسبونش الجاهز. انا من يوم ما فتحت القناه وانا شغاله بالسبونش البيتي، سبحان الله ما اشتريتش سبونش جاهز خالص. يعني كنت اول من اشتغل دي المحسن الجل البن اهوت. الباكو ب8 جنيه يا جماعه، بتجيبيه تاخدي منه معلقه وبعد كده بتلفيه وتحطيه في التلاجة. خلاص بيقعد عندك، تجيبي لك بوين 3 تحطهم في التلاجة يفضل عندك يعني. اول ما فتحت اول حد كان بيشتغل بالسبونش البيتي، وعمل فيدج كيك ببطين، وعمل حاجات كتير قوي قوي في الحلويات كنت انا. الحمد لله والشكر لله. وانا طبعا يعني ما كنتش محظوظه انني الفيديوهات بتاعتي تضرب او حاجه، بس انا عملت كتير. جه بعديها ناس كتير كتير عملت الجاتوهات والتورت والحاجات من بدقيق عادي مش جاهز. فانا اشتغلت كتير كتير، كل حاجتي كانت شغاله بالسبونش البيتي. فان شاء الله ان شاء الله في ناس طالبين سبونش جاهز، ماشي حاضر هعمل لكم طالما انتوا عايزينه. بس انا بشتغل بالسبونش البيتي يعني ارخص واوفر. يعني النهارده لو انا هجيب ربع دقيق سبونش جاهز. تمام. آه، تقريبا ربع حوالي ب30 جنيه. الربع يعملوا 30 جنيه، غير باكل محسن، غير ال3 بيضات، وغير يعني هخش لي في 50 جنيه. تمام. لكن انا هنا بشتغل شوف خدت يعني خدت كوبايه دقيق، او هعمل طريقه بكوبايتين دقيق. انا عامله طرق مختلفه. تمام يا جماعه. الحمد لله عملت طرق كتير كتير جدا. عملت فصل الصفار عن البياض، عملت بزيت، عملت من غير زيت، عملت البيض البيض كله على بعضه والدقيق كله على بعضه، يعني طرق كتير انا عملتها. تمام. فان شاء الله برضو اللي عايز ماشي اعمل لكم، بس دي اوفر كتير يعني. تمام. انا هنا بقى حطيت الحاجه كلها على بعضها. تمام. وهضرب لحد ما القوام عندي يفتح ويبقى بالظبط بيديني نفس الشكل الجاهز، يعني بيبقى يديني نفس الشكل والطريقه الجاهزه بيديني نفس طريقتها. فهمت بقى حبيبتي؟ كانت بعتها بتقول لي ينفع اعمل في الخلاط؟ ما ينفعش الخلاط، لان انت بنضرب الحاجات ديت لما حد تقاومها يبقى عامل زي كريم الشانتيه كده. خلاص انا هنا ضربته خالص اهوت. هجيب صاج 30 في 40، انا دهناه زيت خفيف بفرشه، وحاطه ورقه زبده، ودهنه ورقه الزبده برضو وهدهنه من وشها زيت. خلاص. وهنزل بالسبونش بتاعنا، اولع الفرن درجه حراره عاليه من فوق من تحت، عاليه جدا من تحت، هاديه جدا ما تسكرش من فوق. تمام. وبدخل الصاج بتاعي بقى وبحطه على الشبكه، ما بحطوش على الارضيه. تمام. بياخد معايا من 10 ل 12 دقيقه. طريقه التسويه يا جماعه، انت هو السبونج بيبقى في الصاج رقيق، انت بتجيبي عصايه الشيش وبتحطها في قلب بعد 10 دقايق، تحطها في تفتحها وتحط في السبونج بتفتحها عليها عادي، غير كيكه الشاي.
تطلع معاك نظيفة خلاص، هو كده استوى. لانه بيبقى رقيق، ما بيبقاش مش في صينية عاملة تورته، غير ما بنعمل في صينية للتورته خلاص. فبيطلع معاك نضيف، هو بالظبط 10 دقايق وهتلاقيه مستوي. يوم ما هياخد منك دقيقتين كمان، بس بالاغلبيه بيقعد 10 دقايق خلاص. انا قلت لكم كده كل الخطوات اهيت. حطه بقى في الصاج كده، افرده كويس خالص بالمعلقه كده، واسوي بالسكافر عشان الوش يطلع معايا مستوي مظبوط. وندخله على الفرن على طول. تكوني مولعه الفرن، يعني بعد ما تخلصي كده تولعي الفرن بقى قبلها كده بدقيقتين عشان بس يسخن معاكي شويه. اهو بنوزع كده الاسبونج اهوت، وبنفرد كده مع بعض اهو. بصوا يا جماعه، انا بقيت بقالي حوالي بقى 6 ايام او داخله في 7 ايام ما نزلتش فيديوهات. دي كانت اول مره تحصل طبعا. انا عمري ما قعدت المده دي كلها، قعدت شو مده كبيره جدا ان انا ما نزلش الفيديوهات كده. وشكرا لكل اللي سأل عليا، ما تحرمش منكم ابدا. انا بس كنت ممر بشويه ظروف صعبه قوي جدا جدا، ربنا هو اللي عالم. الحمد لله. اول حاجه كانت يوم الثلاث اللي فات ده، كانت بنت خالي اتصلت عليا وقالت لي طنط جميله، انا عندي ناس هيتغدوا عندي يوم الاربع، فعايزاكي تعملي لي فطير. تمام. اعملي لي يعني فطير كده حلو من اللي انت بتعملي الكبير ده، عشان هم عايزين ياكلوا فطير. قلت لها ماشي. قلت لها بكره؟ قالت لي اه. قلت لها تمام. جبت الدقيق وجبت الحاجة، وعلى اساس ان اعمل لها الفطير والكلام ده، وعملته جيت على الساعة كده 1 كده عجنته وعملته. قلت احسن هي كانت عايزة الساعة 6. قلت ان على اساس ان انا ادخله الفرن مثلا على الساعة كده 3 ولا حاجة، عشان يبقى سخن والكلام ده. طبعا عجنته وفردته انتوا عارفين طبعا الحاجة والكلام ده. المهم رحت ولعت الفرن وقفلت عليه عشان يسخن وكده. وبعدين جيت فتحت الفرن وحطيت الصينية كده. الاسبونج بتاعنا خرج اهو من الفرن. هقلبه بقى. تمام. على فكره انا خبزه عند جارتي تحت يا جماعه، هقول لكم برضو. فاجي اقفل على الصينيه، الفرن مش عايز يتقفل. هو الفرن بتاعي طبعا في مشكله، عشان عامله هو بقلبها اهيت. هو حمر شويه عند جارتي طبعا. انا طبعا فرنها مش واخده عليه، النار بتاعته حاميه شويه. بس انا عايزه بقى اصور فيديوهات. ف قالت لي تعالي اعملها عندي مفيش مشكله. تمام. يعني لو كيكه لو حاجه تعملها عندي. بس انا هقول لكم بقى اللي حصل. المهم اقفله مش عايز يتقفل، اقفل مش عايز يتقفل. فبقى يعني برفعه لفوق وبقفل قوي. راح الباب كله طالع في ايدي، وراح الازاز بتاع الفاميل اللي بره ده راح واقع. والباب المقبض اللي هو الايد اللي بنقفل ونفتح منه الفرن، يعني هنا بقى قطعها هو التلاتة. اتقطمت، اتكسرت 3 حتت طبعا. شوفوا مش قادره اقول لكم انا وقتها حصل لي ايه. طبعا اجي انني طب اعمل ايه في الفطير، اعمل ايه؟ طبعا الصينيه الاولانيه طبعا اللي انا سايباها وقاعده عافر فيها طبعا باظت. مرات خالي اتصلت بها قلت لها الحقيقه حصل كذا كذا كذا. شوفوا الاسبونج بوريكم ابيض وجميل، بس هو اخد لون شويه من تحت، ما تخلوش ياخد لون منك كده. قالت لي لو انا عندي صينيه عشاء كبيره كده بفرد عليها الفطير. قامت قالت لي اقفلي كده بيها الفرن كده وجربي. حطيت صينيه تانية وقفلت، مفيش. انا هنا بقى معايا كوبايه الا ربع كريم شانتيه وكوبايه ميه متلجه ومعلقتين سكر وضربته. تمام. اهم حاجه يكون ميه ساقعه. قفلت بصينيه العشاء الكبيره دي الباب. طبعا لا ما ينفعش خالص. الفطير عايز الباب يكون مقفول والنار فوق وتحت، فبيقب زي ما انتوا كده. بوريكم طريقه التسويه. طبعا الفطيره التانية باظت، شلتها طبعا من الفرن. بصوا بمعنى كده اصح الفطير باظ. مش عارفه اسويه، مش عارفه. استحاله من غير الباب، مش نافع من غير الباب. دخلت فطيره تالتة عافر اقفل اشيل الباب. شلت الباب، يعني انا ايدي متبهدله جدا، ايدي متبهدله ومتعوره ومتبهدله حرق والكلام ده، لاني شلت الباب حملته كده في طرف صاجه كده بالطول. حملت الباب عليها ومسكته قماشه في ايدي دي وقماشه في ايدي دي، وقفلت الباب كده عشان الفطيره. الباب بقى يقع مني، يقع من باب تقيل، يقع يقع يقع. ما ينفعش برده، وايدي اتحرقت جدا من سخونيه الباب. وبرده الفطيره التالتة باظت. الرابعه بقى فضلت في التلاجة، تاني يوم اترمت عجين. طبعا الموقف الحاجه اللي انا اشتريتها طبعا مع الموقف انني يعني هي عندها عزومه. انا ما كنتش عارفه، كنت اقول لكم ايه اللي حصل. هنا بقى بفرد الكريميات. طبعا اتصلت عليها وانا منهاره وبعيط جدا في ايه. فانا مش عارفه اتكلم. قلت لها صورت لها طبعا، صورت لها المنظر بقى وبعته لها.
قالت يا خبر ابيض ايه اللي حصل ده؟ قلت لها انا بعتلك قالت لا في داك في داك، الحمد لله انها جت على كده وان انت بخير والعيال بخير، ما جاز كانت هتيجي في حاجه تانية وربنا فادها. قلت لها ما هي خسائر بقى من كله. فطبعا انا صارفه، جايبه زبده، جايبه 5 اكياس دقيق، لان كنت طبعا عامله برضو لنا واحده بس كنت عجناها لوحدها. قلت بقى طالما هعمل لها فطير اعمل واحده وجبنه ونتغدى بيها عشان مش هقدر اطبخ بقى. طبعا جايبه 5 اكياس دقيق، غير طبعا كان نقطه كيس الا ربع عندي، لان انا عامله الفطيره اللي هي كيلو وربع دقيق، غير قارب زبده، غير ازازه زيت، غير علبه سمنه جايباها عشان اخد منها على الزبده، غير ربع كيلو زبده بقري ب75 جنيه اللي انا كنت بقول لكم عليها دي. تمام، يعني تكلفه كل ده راح على الارض. طبعا تعبت فيها وعياط مع شويه ظروف عندي كده في البيت. كل ده يعني خلاني بس شوفوا مش قادره اقول لكم، تعبت جدا، خدت دور عيا، ما بقتش قادره، حاسه انني ما فيش حته فيا سليمه، لا قادره امشي ولا قادره اقوم ولا قادره اعمل حاجه، تعبانه يعني. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله والشكر لله على كل حال. الحمد لله كل حاجه بتتعوض، احنا ما بنتعوضش ولا البني ادم بيتعوض، بس غصب عننا، احنا بشر وضعاف فبنزعل، يعني بنزعل على الحاجه اللي يعني بس برضو الواحد يقعد برضو مع نفسه، لا الحمد لله في ده ضفر اي بنت من ولادي، في ده كل حاجه الدنيا، احنا اللي بنجيب الفلوس مش الفلوس اللي بتجيبنا يعني. لكن البني ادم ما بيتعوض ولا اي حاجه فيه بتتعوض. فالحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. بس انا اقصد حكيت لكم عشان تعرفوا بس ايه اللي حصل وسبب تاخيري. انا مش قصدي اطول عليكم والله، انا حابه ان انتوا تعرفوا عني كل حاجه، عشان اعرفكم بس ان البص للناس والعين والقر على الناس، البيوت بتاعت كل واحد فينا مقفول عليه بابه، محدش يعرف ايه عن الناس، محدش يعرف الناس بها ايه، محدش يعرف الناس بتضحك ولا زعلانه ولا عندها مشاكل، الناس لها المظهر. حابه اقول لكم بس احنا بنتكلم مع بعض، احنا اسره كلتنا مع بعض، فبقول لكم الناس لها المظهر، الناس ما تعرفش ايه البيوت دي، كل باب مقفول عليه ايه، كل باب فيه جواه ايه. فبقول للناس يا ريت تسيبوا الناس في حالها، يا ريت البصة والنظرة الوحشة بلاش، النظرة والبصة الوحشة بلاش، صلوا على النبي في كل حاجة. أنا عمري ما شفت حاجة ولا دخلت عند حد ولا بصيت في حاجة في حد إلا لما بصلي على النبي وأقول الله أكبر. فبلاش البصة، أنا بتك عليهم عشان يعني أعشقهم كده في بعض، عشان ما يبقاش في فراغات، يبقى قطعة الكيك متعشقة في بعضها كده. فيا ريت يا جماعه وبعد وناس انا عارفاها يكون في علمكم، ناس كتير كمان انا عارفاهم يعني. فالبص والقر والنظره اللي مش كويسه للناس حرام، دع الملك للمالك، الدنيا مش مستاهله، ابسط من كده بكتير. مفيش حاجه في الدنيا تسوى اي حاجه، ايه اكل، ايه فلوس، ايه في سبيل البني ادم وصحته، فلوس ايه وقرف ايه. كلتنا هنقابل وجه كريم، هنقف قدامه هنتحاسب على اللي اتكلمنا عليه، وهنتحاسب على اللي بصنا حاجة في ايديه، وهنتحاسب على كل حاجة، هنتحاسب على كل شيء. يعني الحمد لله والشكر لله، انا قريبة لربنا قوي والله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عمري ما بصيت حاجة في ايد حد والله، ولا بصيت لحد عمري، وشفت حاجة في مع حد او دخلت عند حد بصلي على النبي واقول يا رب اجعل دخلتي خفيفة عليه، اجعل دخلتي بركة وهنا عليه. لكن دي بس اللي انا حابه اقوله لكم، ادا اللي بناخده من البص والقر والكلام على خلق الله. طبعا الفرن انا عملته، بس عملت جبت تاني يوم على طول، جبت الجل اللي هو الفني بتاع البوتاجازات، ركب لي مفصلات له، جبت مفصلات ب 300 جنيه ركبها لي، بس ما ركبتش الازاز، بس ما ركبتش مقبض. ليه بقى؟ انا ما كنتش عرفت. قلت له طب والازاز؟ قال لي لا لازم تجيبي مقبض اللي هو الايد، عشان ده هيركب الازاز ونقوم رابطين المقبض على الازاز. فقال لي بس اياك تلاقي المقبض، يعني اياك تلاقيه، لان بوتاجاز يونيفرسا 5 شعلة قديم، فقال لي اياك تلاقيه. فطبعا كل يوم هقول بكره اخرج، فطبعا مانيش قادره ان انا انزل، تعبانه جدا. فربنا يسهل يوم الاثنين هحاول انزل اشوف المقبض يوم باذن الله، يوم الاثنين، لان بنتي راح قعدت كشف يوم الاثنين، فهنزل معاها بقى واشوف المقبض بالمره.
بس هو الحمد لله كده ركب لي، هبقى اصوره لكم برده، وهو بقى من غير ازاز ومن غير المقبض بتاعه عشان تشوفوه برده. على بال ما اجيب له المقبض عشان يركب لي عليه الازاز. بس قاعده اقول يا رب الاقيه. ان انا حطيت معلقه من الجلو التلميع وزجزجتها كده. ما عندكش جلو التلميع زي ما انا قلت لك، معلقه شربات. مش عايزه تعملي، هو يعني الكميه بتاعته مش كتير، لكن لو انت هتعملي بقى صاج كبير مثلا، ديسكان على بعض او ثلاثه على بعض، او حاسه الجاتوه عندك هيقعد، يبقى جيلي تحط عليه جيلي تلميع عشان لما تحطي الجاتوه في التلاجة ما ينشفش. تاني حاجه دايما خلي عندك علبه للجاتوه عشان تحطها تحطي الجاتوه فيها عشان الجاتوه ما ينشفش في التلاجة يا جماعه، يفضل الجاتوه محتفظ بالطراوه بتاعته ويفضل طري. انا بزجزجها بقى كده، هدخلها انت المفروض بعد ما تعملي كده تدخلها الفريزر. انا هنا طبعا ما دخلتش فريزر، انا اشتغلت على طول اوريدي على طول. طبعا انا في وقت كبير مش في فيديوهات نازله فيه. عايزه بقى انزل الفيديو، خلاص مش هدخل التلاجة، بس انت لازم تدخلي التلاجة لمده ساعتين لمده 3 عشان لما تيجي تقطعي تعرفي. طبعا بتبقى احسن. تمام. بس انا هنا اشتغلت هنا على طول، هتشوفوا طبعا وانا بقطع الوقت كده هتلاقوا الكيكه طريه جدا، تلاقوها طريه جدا، مش محطوطه في تلاجة خالص. هتشوفوا اهوت. بصوا بصوا من بقطع، بصوا من المنظر ما اتحطتش في ولا دخلت التلاجة. خلاص بقطعها بس اهوت، وتمسحي المنشار او السكينه بتاعتك وترجعي تقطعي تاني عشان ما يبقاش فيها بواقي كيك يجي على الكريمه. خلاص هرجع اقطع وتشوفوا، هتلاقوني برضو في القطع طريه جدا. انا كنت فصلت بس يا جماعه، بس الاذان كان شغال. تمام. بصوا من هنا وانا بقطع بقى هنا كده هتلاقوها ايه. شوفوا يا جماعه هنا، شوفوا بتقطع على طول ازاي، طري جدا يعني بتقطع على طول. بتقطع على طول معايا. انت ممكن بس تخلي بس في الفريزر بس ساعه وبعد كده تقطعي بس عشان بس التقطع معاك يبقى كويس. بصوا بقى انا طبعا انا كنت عامله لكم البسكوت وعامله البودفور. طبعا البودفور ما عملش مشاهدات حلوه يا جماعه. شوفوا البودفور جميل جدا واقتصادي وسهل. الحاجات دي هتحبوها تعملوها، بالعكس العيد الكبير يمكن الناس بتحب تاكل فيه نواعم اكتر من العيد الصغير، لان في العيد الصغير بقى الناس خارجه من الصيام، فبيخافوا يقول لك يبقى الحاجه تقيله شويه. اما دلوقتي جربوا زي ما انا قلت لكم من كل نوع حاجه بسيطه جدا. ان المفروض بقى كنت انزل لكم بالكحك. تمام. والسابليه والحاجات دي، ومكمله، كنت مكمله حلويات زي ما انا قايله لكم. يعني كنت لسه ما انا قايله لكم هيبقى في جاتوهات وفي بغاشه وفي حاجات كتير نعملها. بس طبعا الكحك بقى مش هينفع اعمله عند جارتي، لان طبعا انا لازم اقعد عندي فوق قدام فوق الفرن، والكلام ده ياخد وقت. فبس عبال ما اعمله، فانا حبيت اعمل عندها الاسبونش. طبعا ما خدش 10 دقايق عملته عندها. البغاشه برده مش هتاخد حاجه، هعملها عندها برده. يعني هعمل لكم ان شاء الله، انزل لكم فيديو البغاشه بالقشطه واللبن والعسل. هتعجبوا. انا قايله لكم عليها على فكره من يمكن من اسبوع ولا من اكتر من اسبوع، قايله لكم عليها ان انا هعملها لكم، هتعجبكم ان شاء الله. هنا خلي بالكم انا لما جيت اقطع، يعني انا واقفه الحمد لله، ربنا اللي عالم بيا الحمد لله. فالقطعه الاولانيه طلعت مني كبيره شويه. تمام. فهتعجز معايا في الاخر. هو المفروض يطلع لي 6 قطع، المفروض يطلع لي 6 قطع. هتشوفوا الوقت. فانا نزلت بالقطعه الاول اللي طلعت الكبيره، فلازم كنت امشي اعمل اقطع كله نفس المقاس. ما ينفعش اعمل بقى قطعه كبيره وارجع انزل اعمل كله قطعه زي بتاعه المحلات كده بالظبط. تمام. فان شاء الله هعمل لكم البغاشه برضو، يعني هعملها عندها، يعني هخلصها وكله انزل سواها عندها. والكحك بقى ان شاء الله هعمله، يعني احنا ولسه بدري على بالي يوم الاثنين بس اروح ادعوا لي بس الاقي الايد بتاعه الفرن الاقيها بس موجوده. هنا بقى هقطع ال5 اهي نفس النظام، هتطلع معايا شريحه كده طويله رفيعه بقى. هشوفوا ديت الرفيعه كده اللي فضلت، لان دي طبعا كان المفروض يبقوا 6. انا قطعت اول قطعه كانت كبيره قوي، فما ينفعش بقى ان انا اصغر بعد كده. فطلعت باللي هي الشريحه الطويله دي الصغيره دي. بعمل بقى روزتات هنا واشغل بقى التزيين بتاعي. فان شاء الله يوم الاثنين يا رب يدينا ويديكم العمر اشوف بقى المقبض واطلب الفن يجي لو لقيته، بس يا رب الاقيه. اللي لقيته ان شاء الله، لاني طبعا لازم المقبض عشان لازم الازاز. اصل الازاز دي العازل بتاع الفرن، باب الفرن هو اللي بيحوش الحراره وهو العازل. فلازم اجيب مقبض عشان اركب الازاز. الحمد لله والشكر لله الازاز ما اتكسرش، لان الازاز غالي جدا برضو. الحمد لله انا ما اتكسرش. فاعمل بقى ان شاء الله معاكم الكحك واعمل بقيه الوصفات. شوفوا انا اول ما بدات لكم في البسكوت بقول لكم يا رب كده يعديها على خير كده، والحمد لله عدت على خير برضو. الحمد لله طالما احنا كويسين الحمد لله هي عدت على خير. كل حاجه تتعوض وكل حاجه نقدر نشتريها
الا احنا ما نتعوضش. فهي عدت على خير برضو، الحمد لله والشكر لله. وربنا يهدي، ربنا يهدي خلقه، ربنا يهدي الناس ويهدي نفوسها يا رب. تمام. بس ده كل الموضوع انا حابه احكي لكم. طبعا كنت عايزه والله اطلع ان انا اطلع كده اسجل فيديو واتكلم معاكم، بس لا مش يعني مش قادره. انا موعدكم ان شاء الله اطلع معاكم في العيد، فقلت يعني هطلع معاكم وانا تعبانه كده، يعني احكي لكم اللي حصل في الفيديو. انا اسفه طبعا ان انا طولت عليكم، بس انا حبيت اعرفكم والله ايه اللي حصل. انتوا كلكم بعتين لي بتسالوا ايه سبب التاخير الجامد ده، فحكيت لكم بقى المشكله اللي حصلت وشويه ظروف عندي برضو كده مع مشكله البوتاجاز يعني كله داخل في بعضه، الحمد لله والشكر لله. نحمد ربنا ونشكر فضله على كل اللي يجيبه. انا بقى حطيت كرز احمر اهوت. كنت احط بقى انت اي حاجه، اي حاجه. كنت احطي واحده شوكولاته، ممكن تحطي واحده رفاهيلو من اللي هو المصري دوت، اي حاجه. انا بعمل خطوط كده زجزاجه بالشوكولاته، ممكن تعملها بالكراميل، ممكن تعملها بالنوتيلا برضو، اي حاجه انت عايزاها. ممكن تحطي شرايح فاكهه، ممكن لو انت مش عايزه تعملي خطوط حطي قطعي كده خوخ، قطع اللهم صل على النبي برقوقتين كده، او كيوي، او اي حاجه، وحطها كده. هعمله لكم برضو بالفاكهه كده بقى قبل بعد كده ان شاء الله. يعني فاكهه اي حاجه، يعني ممكن برضو تعملي بفاكهه، هيطلع برضو معاكي حلو اللي انت عايزاه بقى. برضو ده من حاجات العيد يا جماعه، لو حابه تعملي كده حبه جاتوه تعملي حاجه، في قبات برضو حلوه باذن الله. كل الحاجات دي هنعملها مع بعض باذن الله. تعملي برضو جاتوه او اي حاجه ان شاء الله في العيد ولا حاجه، سهل جدا وسريع والله ما بتاخد حاجه. شوفوا القطعه بقى وجمالها. انا عايزه اوريكم بقى هنا المتعه بقى والجمال بعد التزيين. شوفوا الشكل، شوفوا قطعه الجاتوه متناسقه فوق بعضها وعامله ازاي. دي بقى الحته الرفيعه الاخيره اللي انا قطعتها عشان لما جيت اقطع الاول. يعني بصوا حاجه في منتهى الجمال. شوفوا دي البواقي اللي طالعه. بصوا بقى لما تيجي تعملي ما تخلوش ياخد منك لون من تحت كده، يعني حاولي تخليه يطلع فتح عن كده، لان طبعا الفرن عندها النار بتاعته بتعلى لوحدها. تمام. الكيكه ما شاء الله بيضه بيضه جدا جدا، هشه. قطعه جاتوه ارتفاعها حلو قوي قوي في منتهى الجمال، بكوبايه دقيق واحده. بصوا الجمال، شوفوا الجمال والشياكه، حلو قوي قوي. ان شاء الله يعجبكم وبسيط، وتطبقوا ان شاء الله الوصفه بصراحه في منتهى الجمال. انا عملت معاكم برضو فيديوهات جاتوه كتير. بصوا معمل ازاي. الكيكه حلوه قوي يعني قوي قوي. شوف بقى بعد ما بتعملي بقى وتحطيه في التلاجة بقى كده، بتشرب بقى من الكريمه وبتجرس مع بعضه، وبتيجي تاكليه بتلاقيه جميل. طعمه اصلا طعم الكيكه بتيجي تاكليها طعم الكيكه رهيب، طعمها حلو قوي قوي. تمام. بصوا لونه فاتح، اللون بتاعه فاتح جدا. الكريمه بقى حسب رغبتك، بتحبي تقلي الكريمه بتخففيها، دي تبع رجاله. بس هو مقدار الكريمه كده حلو وطعمها حلو قوي في الجاتوه. بصوا ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. انا اسفه ان انا طولت عليكم، ما زعلوش مني، انا اسفه والله معذره، بس انا حبيت احكي لكم اللي حصل. اللي حاسس ان الفيديو يا جماعه مطول شويه، جري الفيديو عادي. انا مش بقول لحد اقعد اسمع، انا لحبايبي اللي هم بيحبوا يطمنوا عني وبيعرفوا كل حاجه، حبيت بس احكي لكم اللي حصل معايا وايه سبب تاخيري في القناه ان انا انزل فيديوهات. شايفين الفيديو اللهم صل على النبي وعلى الفيديو. شايفين الجاتوه يا جماعه؟ شوفوا قطعه الجاتوه عامله ازاي. بصوا زي الالف، زي المسطره بالظبط، زي الكتاب ما بيقول. طالعه ما شاء الله في منتهى الجمال. انا مش هقطع بقى حاجه تانية، كفايه اللي انا قطعتها ديت. بصوا مترصصي بقى في علبه حلوه قوي قوي. هعمل لكم ان شاء الله الشوكولاته برضو، هعمل لكم كيكه الفيدج بطين، وهعمل لكم جاتوه الشوكولاته عشان برضو اللي حابب يعمل مثلا كوبايه دقيق من فانيليا وكوبايه دقيق شوكولاته الاثنين. بس جهزي، بس اهم حاجه جهزي عندك علبه تشتريها من اي حد بتاع مستلزمات حلويات، عشان ترصصي الجاتوه فيها عشان ما ينشفش منك، عشان ما يجيلك حد والكلام تطلع قطعه الجاتوه تلاقيها طريه كده وحلوه. تمام. فان شاء الله تعملوا يا رب ويعجبكم باذن الله. ان شاء الله برضو مكملين فيديوهات العيد باذن الله يا رب العالمين. الحق بس ان انا اعمل لكم كام وصفه كده، عشان برضو عايزين نخش على وصفات اكل العيد والكلام ده. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يدومها عليكم ايام خير وبركه وسعاده، ويجعل الناس كلها في خير وسلام وامن، وعيد خير عليكم وعلينا كلنا يا رب. ويكفوكوا شر اعين الناس، ويكفينا شر بلاوي الدنيا احنا وانتم كل الناس اجمعين يا رب. شايفين بروح بقى، شوفوا انت شايفين اللون بتاع الكيكه ابيض فاتح جدا جدا، يعني بياض فوق ما تتخيلي،
فوق ما تتخيلي. وشكل القطعة اصلا جميل، شكلها جميل وشيك كده ومغرية. ما تنسيش زي ما انا قلتلك بعد ما تخلصي تدخليه في التلاجة في الفريزر لمدة ساعتين عشان تعرفي تقطعيه. تجيبي شوية مية سخنة وتحطي فيها المنشار وتقطعي بقى بالراحة كده، لان لو ما تحطيه يتجمد. ما ينفعش تقطعيه من غير مية سخنة. خلاص. وتشتغلي فيه. لو انت دي قطعة تانية برضو بوريها لكم، شلت اللي انا كنت عاملاه بوريكم قطعة تانية اهيت. خلاص. بصوا. فلو انت هتقدري تتحكمي فيه وهو من غير ما يخش الفريزر وتقطعي، اشتغلي عادي. مش هتقدري تتحكمي فيه وتظبطي التقطيعه كويس كويس، دخلي الفريزر لمده ساعتين عشان تعرفي تقطعي القطعه معاكي، وعشان برضو يبقى تماسك معاكي، وعشان الكريمه ما تسحش منك. خلاص. لان الجو حر جدا جدا. ويا ريت وانت بتشتغلي في الحلويات شغلي قدامك مروحه. يعني وانت بتعملي جاتو بتعملي تورته، شغلي مروحه وحطها قدامك علشان الكريمه ما تسحش منك. اي مروحه كده حطها قدامك في المطبخ وانت بتشتغلي عشان الكريمه بس، لان اصعب حاجه في الجو ده هو الكريمه. ممكن تسيح منك على طول. تاني حاجه خلي الكريمه تقيله. احنا في الصيف بنحط لكوبايه الكريمه كوبايه ميه متلجه جدا او كوبايه كمان الا شويه. في الشتاء بنحط كوبايه وربع. في الشتاء بنحط كوبايه وربع. فانت في الصيف خلي الكريمه معاكي تقيله وخليها متجانسه تخينه علشان ما تسحش منك، وعشان تبقى متماسكه على الحاجه ما تسيلش منك زي الميه، لان احنا في حر. لو خليتها سايله وخفيفه معاكي الدنيا هتبوظ. غير الشتاء خالص، غير الشتاء في كل حاجه. غير الشتاء في كل حاجه. زي كده عجين الفطير في الصيف ما بنسيبوش يرتاح، ما فيش ثواني وبنفرده. اما في الشتاء بنسيبه يرتاح. خلاص. فتخلي الكريمه معاكي تقيله ومتجانسه علشان ما تسحش منك في الجو اللي احنا فيه ده. تمام. انا بوريكم الكاكا برضه اهوت البواقي اهي. وان شاء الله يا رب الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم وما تحرمش منكم جدا ولا من سؤالكم، وربنا يبارك فيكم ويسعدكم يا رب. الوقت اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش اللايك. اسيبكم في رعايه الله.